ابوها جاب لها شوكولاتايه كانه جاب لها الدنيا كلها. جوزها يجيب لها اكبر بوكيه ورد في التاريخ مرشق شوكولاته ومليان فلوس. تقول له ايه؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ابوها كان بيجيب لها لبس في المناسبات فقط، وكانت سعيده وطايره ومبسوطه. وايه؟ جوزها بتطلب منه فلوس كل شهر علشان تجيب لبس وبراندات. على فكره بابي كان بيجيب لي من شي عتبه وكلاين، الله يرحم ابوكي. وتقول له اشتغل شغلانه تالته عشان تعرف تكفي مصاريفي يا بيبي. ابوها يوم ما يطبخ اكله ولا يعمل حاجه حلوه مره في حياته تحلف بيها العمر كله، وتبوسه وتحضنه وتقول له ايه الجمال والحلاوه دي. جوزها مطلوب منه يشاركها في كل حاجه في حياتها، غسيل، طبيخ، تنظيف، تغيير البامبرز، وتقول له ده الطبيعي، الحياه مشاركه. ابوها يحكم عليها يقول لها ما تنزليش، تقول له حاضر يا بابا. جوزها يقول لها مفيش نزول، تقول له انت هتحكم عليا ولا ايه؟ انت مين انت عشان تحكم عليا؟ هو مين صحيح؟ ابوها يشوفها لابسه لبس مش مناسب يقول لها ادخلي غيري، تقول له حاضر يا بابا. جوزها نفس الموضوع، تقول له انت هتحكم عليا في اللبس كمان ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا هلبس اللي انا عايزاه، انت مين انت؟ هو مين صحيح؟ ابوها عمره في حياته ما جاب لها هديه ذهب، اخره جاب لها نوكيا 3310 وكانت طايره ومبسوطه. وايه؟ تيجي مع جوزها تقول له انا عايزه ايفون 17 برو ماكس، اعلى حاجه في السوق يا اخويا، ولا تجيب لي بدلهم ذهب. ما اصل ابوها جوزها علاء الدين والمصباح السحري. ابوها عمره ما جاب اكل من بره، ودايما بتاكل من البيت وراضيه باي اكل هي بتاكله، وتقول الحمد لله. مع جوزها بتطبخ 3 مرات في الشهر وباقي الشهر دليفري. ما هو اصلي في النهارده محنو، اصل انا تعبانه، اصل انا شرقانه، اصل انا دايخانه، والراجل يا عيني صابر ومستحمل. ابوها مهما يقول لها اعملي لي مليون كوبايه شاي او 100 كوبايه قهوه تقول له من عينيا يا بابا، وتجري على المطبخ على طول تعمل له كوبايه القهوه. جوزها يقول لها حبيبتي بعد اذنك اعملي لي فنجان قهوه، تقول له ما انا عامله لك امبارح، هو كل يوم؟ ما تقوم اعملها لنفسك، انا شقيانه وشرقانه من الصبح. ابوها اكتر مصروف اداهولها في حياتها 200 جنيه، وكانت بتبوس ايده يا حبيبي يا بابا. مع جوزها تقول له خلي بالك انت بتديني كل شهر 3000 جنيه، هتزودهم 2000 مش مكفيني، عايز اعمل باديكير وانيقير ومانيقير واغير لون شعري عشان تشوفني حلوه ولا انا مش حلوه. انا لو مكانه اخاف واديها 10000 جنيه مش هديها 5000. مع ابوها اقصى مصيف راحوه مرسى مطروح، وتقول له بابي كان بيودينا مرسى مطروح. مع جوزها احنا نروح فندق 5 نجوم، غردقه بقى شرم مش هتفرق، ولا انت مش عايزنا ننبسط؟ مع ابوها يا عيني ما كانتش غير حاضر ونعم وراضيه بكل العيشه. مع جوزها مش راضيه باي حاجه، مهما اشتغل ومهما صرف ومهما عمل هي مش راضيه. انا عايز حد في الكومنتات يقول لي ايه اللي حصل يا جماعه في الحياه الزوجيه؟ هل دي من التربيه؟ وبحبكم جدا، باي باي.